عمرك حسيت ان الميزان اتفق عليك مع التلاجة؟ يعني ايه؟ يعني انت عامل دايت ماشي كويس، الوزن بينزل والدنيا جميلة، الميزان يقرر يعمل اضراب رسمي. تقف على الميزان النهارده وزنك 70 كيلو، تقف على الميزان بكره برضه وزنك 70 كيلو، تقف بعد اسبوع هم ال 70 كيلو. فتبص الميزان وتقول له هو انت علقت ولا انا عامل دايت للزينه؟ طب ليه الوزن بيثبت فجأة؟ خلينا نفهم الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة دكتور دايت. معكم الدكتور أحمد أبو المعاطي. هنحاول نخس من غير ما نحارب الأكل ولا نكسر الميزان. وحلقة النهاردة عن مشكلة بتحصل تقريبا لكل واحد بيعمل دايت، مشكلة اسمها ثبات الوزن. المشكلة اللي تخليك تقول أنا باكل أقل وبتحرك أكتر، بس ليه الوزن ثابت؟ خلينا نفهم السبب. السبب الأول إن جسمك بيتعود. في أول الدايت الجسم بيتفاجئ، الأكل بيقل فبيبدأ يحرق من الدهون المتخزنة. لكن بعد فترة الجسم يقول لك أنا فهمت اللعبة، فبيبدأ يعمل حاجة اسمها التأقلم، يعني يقلل الحرق شوية عشان يوفر الطاقة. زي بالظبط موبايلك لما يكون فاضل له 10% في البطارية ويدخل على وضع توفير الطاقة. السبب التاني هو نزول الوزن نفسه. ازاي بقى نزول الوزن ممكن يقلل الحرق؟ ودي نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها، ان كل ما وزنك يقل احتياج جسمك للسعرات بيقل. يعني شخص وزنه 100 كيلو ممكن يحتاج 2500 سعر في اليوم، لكن لما وزنه ينزل ل 85 كيلو هيحتاج 2100 سعر. فلو انت بتاكل نفس السعرات اللي كنت بتاكلها في اول الدايت وزنك هيثبت. السبب الثالث ان حركتك بتقل. احيان كتير المشكلة مش في الاكل، المشكلة في الحركة. يعني لما بتمشي شوية في الدايت جسمك بيكون مرهق شوية، فتلاقي نفسك تقعد أكتر، تمشي أقل وتكسل كتير من غير ما تحس، وده بيقلل الحرق. السبب الرابع احتباس السوائل. أحيانا المشكلة مش في الدهون خالص، لكن في مية الجسم. لو انت أكلت ملح كتير أو لو جسمك محتفظ بالمية اللي فيه، الميزان ممكن يثبت رغم إن الدهون بتقل. الميزان مش دايما أصدق شاهد. طب نكسر ثبات الوزن ازاي؟ بص يا سيدي، رقم واحد راجع سعراتك، ممكن تحتاج تخف السعرات شوية. رقم اتنين زود الحركة حتى لو بالمشي. رقم تلاتة حافظ على البروتين عشان تظبط الكتلة العضلية. رقم أربعة نام كويس عشان تظبط هرموناتك. وأهم حاجة ما تتوترش، لأن التوتر بيقلل الحرق. طيب خليني أقول لك الحقيقة اللي ناس كتير مش هتقولها لك. الناس اللي وصلوا الوزن المثالي ما كانوش أقوى ناس ولا أسرع ناس، لكن هما الناس لما الميزان وقف هما ما وقفوش. الناس اللي لما الطريق بطأ ما رجعوش لورا. ببساطة الفرق بين شخص نجح في التخسيس وشخص فشل مش إن واحد حرقه عالي والتاني حرقه ضعيف، الفرق إن واحد استسلم والتاني كمل. لو الحلقة عجبتك اكتب لي في الكومنتات هل حصل لك ثبات وزن قبل كده؟ كان معكم دكتور أحمد أبو المعاطي من قناة دكتور دايت. وما تنساش تابع القناة عشان الحلقات الجاية فيها معلومات هتخليك تخس صح إن شاء الله، ومن غير ما تعادي الميزان كل يوم. سلام.